وهذه كلها المطالب اللي موجوده قبل الثوره وبعد الثوره. وهذا بطبيعه الحال هو البيان نتاع 7 نوفمبر اللي هو قريب يدخلوه معناها صدور الناس، معناها باش يحطوه واحد كاين قران. وهذا اللي موجود. وهنا هذه قصيده شعريه لاحمد المطر. شو يقول له؟ يقول له خذ سله ضاع فيها 4 ساعات، معناها 99.99 الانتخابات. ضاع مزمارا طبلا وكا الحكايه هذوك تعرفوهم، وكلب يسبق ظله. يسمع حتى اللا اشياء، حتى ما يسمع شيء ديكلاري، يسمع حتى دبيب النمل. وتاكد من قفل السله ثم اسحب كرسيا واجلس، فلقد صارت عندك دوله. لقد صارت عندك دوله سي المرزوق. شنو تنجم تعطينا؟ هذا من الموضوع هذا على التركه اللي خلاها سي البشير التكاري. الدوسيات ياسر، الدوسيات تاع مرابيط مطيشه، ما فماش معناها احنا كما تشوفوا هنا العفو والصراح شرطي محطوط في البوبيل. هذا ايش كانوا يعملوا لنا قبل، ما فماش عفو. الحاجات اللي تهم الانسانيه بصفه عامه مطيشه تحت الطاوله. وثم هنا بطاقات الجلب الدوليه ومتاع قتله شهداء الثوره، وثم الملفات نتاع الطرابلسيه والاموال من الخارج. هذه كلها في كرومه سي نور الدين البحيري اللي هو وزير العدل الجديد. انتم كي اتضحتوا وفهمتوا كونوا اللي ثم قاضي فاسد، معناها القاضي الفاسد هذاك راه ضحايا. هي مو نجبدوا الدوسيات احنا تاع الناس الفاسدين هذوك ونحلوهم. نشوفوا ولا ندراه هو كابابل في الحكايات هذوما ولا مش كابابل. انا عديت 8 سنين في الحبس وصارت الثوره معناها في العام السابع. لهنا ما عشتهاش الثوره برا، اما عشتها في 4 حيوت. ونجم نقول لك كي عشت وذاك في 4 حيوت راهو مش كيما اللي عاشوا لبرا. اللي عاشوا لبرا يتكلم ويعتصم ويعمل وندرى شنو واحد. انا ما عنديش شيء هذا، هو حطيته في اعمال فنيه هذا كله ما نحكيوش عليه. لكن نحس روحي اللي انا عشت فيه، نحس روحي اللي انا مشيت فيه مع ناس وحكيت مع ناس. هذا هو الاحساس اللي عندي. وبارك الله فيهم الناس هذوما اللي وصلونا اليوم باش نحكيو هكا، ووصلونا معناها باش يجيني صحافي حتى لهنا ويقول لي هاتش عندك وهو باش نهز غادي. هذوما بارك الله فيهم، هذوما توانسه كيف. والبلاد هذه اللي جابت الناس هذوما ما تخافش عليهم. وعندنا عام احنا تو انا من اللي صارت الثوره. الثوره هذه مكسب كبير ياسر. والتونسي راهو حنين، نعرفوه احنا متاكدين من بعض حنين. كي جات الثوره تنحك الجريماس القديم ووراك التونسي الوجه الحقيقي نتاعو. التونسي وراك اللي هو حنين وراو ما تخافش ما نطيشوكش. انا نقول لهم بارك الله فيكم ما تطيشوناش. وراو احنا تو حضرنا الحبس باش يحطنا غادي بحذاكم، ما تعملوناش هكا مره اخرى. تحية كبيرة لهذا المواطن التونسي كمال، منجزات فنية رائعة برشا، وتحية في الحقيقة كبيرة مرة أخرى توصلك من عنا كمال على كل هذه اللوحات الفنية. شيء يعمل كيف ليلى خدمهم في الحبس، ما كانش عايش الأحداث البرة في الشارع، ولكن يقرأ جرايد ويسمع الناس، بعض الناس شنو يقولوا له صار. رأيك في بأعمال فنية كبيرة برشا. هو يعطي صحة كانوا مازال في الحبس وما هربش كما هربوا برشا ناس، في حد ذاتها يعطي صحة أنه ثم ناس استغلت ظروف الثورة وهربت من السجن. جوستومون ليلى هو في الحقيقة حتى اللوحات نتاعو اختزلت 23 من النظام الفاسد. لا وعطاه رؤى جديدة، يعني لما حمل رئيس الجمهورية المؤقت ووزير العدل المؤقت أو يعني مسؤولية، يعني ذكرهم أنه مسؤولية كبيرة ياسر قدامهم ويعطي الصحة، يعني استشرف شاف القدام. باهي بالتقرير هذا ليلى نفتحوا ملف المساجين اللي فروا في خضم أحداث ثورة 14 جانفي والانفلات الأمني الكبير اللي عرفته تونس وكل جهات البلاد، في سجن برج الرومي، في بنزرت، سجن المرناقية وغيرها، كل السجون تقريبا، كل المؤسسات السجنية تقريبا يعني تعرضت. شنو اللي صار تقريبا قبل ما نحكيو على تجربتك مع إعادة بعض المساجين للسجن نتاعهم؟ تفضل. هو اللي صار بالضبط بصراحة يعني ما نجموش نعرفوه، باعتباره انه تعدت فيه الروايات وما ثماش توا الروايه الرسميه الصحيحه اللي تقول شنو اللي صار في المؤسسات السجنيه
في كامل أنحاء الجمهورية. لكن اللي قربني شوية من بعض المساجين هو أنه في يوم ما فتحت البريد الإلكتروني يعني وجدت رسالة من أحد المساجين الفارين، واللي يقول لي فيه أستاذة شنو نعمل قدام الوحدة دي. تقابلت أنا وياه وكان مصحوب بزوز من الناس فروا معاه، وتقابلنا في نزل وحكى لي كيفاش تمت على الأقل بالنسبة للمرناقية. يعني يأكد لي وأنه من فتح الأبواب هما أعوان السجون وأخرجوا. يقول زاد لما احنا خاطر لما رجعناهم للسجن ما قلنا لهم المفروض ترجعوا لانه تبقوا في حاله فرار، ممكن ما تتمتعوش بعفو، وحسنا فعلنا لانه هما كانوا من اجل سقوط بدون رصيد يعني، وبعد جاهم العفو التشريعي العام هذايا. لما دخلناهم للسجن الثلاثه هذوما كانوا مصحوبين باحدى كاميرات احدى القنوات التلفزيونيه، وسجلوا صوروا وشافوا اللي ثم برشا حرق، ثم ناس تخنقت اصلا بالجراري اللي تحرقوا فتفتحوا ابواب السجن وخرجوا منهم اللي يستحق باش يخرج، واللي مازال ما يستحقش باش يخرج يقضي في عقوبة حق عام ولأنه ارتكب فعل إجرامي ويخلص معناتها يبيرج سابان في السجون. تبقى بالنسبة للسيد هذايا نحب نعاود نحييه لأنه بالفعل يعني معناتها زاوية أخرى ممكن ما كنتش نتصور إطلاقا أني نجم نشوفها في الثورة هذه، زاوية مظلمة أنه من سجن لكن قدم حاجة جميلة برشا. وشكرا يعني قناة نسمة اللي أتاحت له الفرصة هذه باش يوري شنو عنده، ممكن يكون البر إن شاء الله يعمل حاجات ما أحسن وما خير. في نفس الموضوع ليلى حبيت نعرفوا أنه تقريبا سمعنا في وسائل الإعلام وأنه الناس اللي باش ترجع من تلقاء أنفسها للسجن قد تتمتع بتخفيض في المدة أو بالعفو، هذا صحيح ولا؟ على الأقل من خلال تجربتك أنت. والله أنا ما عنديش فكرة في الموضوع هذا. يتبقى ما نعتقدش وأنه من رجع من تلقاء نفسه باش يكون معناتها بتاتر سانكسيوني. كنت قابلت السيد وزير العدل في الحكومة الأولى والثانية العميد الأزهر القروي الشابي، وقال لي يعني هو المفروض أنه اللي باش يرجع باش يكون يعني محل تتبع من أجل الفرار من السجن. إنما هل أنه باش يكون ريكومبونسي أوسي على خروجه ولا الأمر ما عندي فيه حتى فكرة، وما نعرفش اصلا شنو باش تاخذ وزير العدل الجديد، شنو اللي باش ياخذه يعني كقرار تجاه الناس هذوما اللي مازال منهم برشا فارين في انحاء الجمهوريه، واللي ممكن البعض منهم، واقول البعض حتى ما نعممش، نجم يكون مصدر خطر اذا هو ما يحسش بالامان، واذا هو ما يحسش اللي هو ممكن رجوعه للحبس ما يكونش عنده على الأقل يكون ريكومبونسي عليه بالتخفيف أو بأي شيء آخر ما نعرفش بالضبط شنو، لكن مهم جدا أنهم نشجعوهم على أنهم يرجعوا يسويوا وضعيتهم. من تلقاء زاد التجربة نتاعك فماشي بعض المناوبين نتاعك حكاوا لك على تغير المناخ أو الظروف نتاع الحبس بعد الثورة ليلى. أي أحد المناوبين ما قعدش برشا بعد 14 جانفي، لكن في حبس في بنزرت أعتقد في سجن الناظور. في سجن الناظور اللي أكده لي هو الشاب هذايا مثقف ومتعلم وظرف شاء أنه يكون موجود في السجن لأسباب السقوط بدون رصيد. وحسب ما حكى لي هو يقول لي اللي مدير السجن اجتمع بأبرز الوجوه اللي موجودة في على الأقل كفاءة وعلم وثقافة في السجن، وعمل اجتماعات عديدة معهم حتى أنه يريض شوية المساجين وأنه ما يصيرش اللي صار في سجون أخرى، وشاركهم في مش في القرار طبعا، لكن على الأقل شاركهم في العملية الأمنية للسجن الناظور.
لربما زاد ليلى سؤال أخير حول وضعية مساجين الراية والمساجين السياسيين اليوم، كيفاش ترى وضعيتهم؟ فما مناخ نقولوا نحن يطمئنهم أكثر على الأقل اللي عنده خلفية سياسية ما عادش يتم سجنه أو باش يبدي رأيه في حكومة أو غيره من الناس السياسيين؟ كنا قلناها قبل، أنا ما نعتقدش للحكومة لحكومة السيد حمادي جبالي ولا أي حكومة أخرى باش تجي تشد وتكون في تونس أن باش يعني تنفي علينا حقنا في حرية التعبير وحرية الإبداع وحرية الصحافة. وما نعتقدش وأنه مش يكون هناك سجين رأي أو سجين سياسي. هذا ما أأمل، يعني هذا ما أرجوه، لأنه وقتها ما كنا ما عملنا شيء وما هو باش يصير شيء، تبقى ديما في إطار المسؤولية يعني. ومش معناتها أنه الواحد باسم الحريات ينتهك أعراض أو لكن ما نعتقدش وأنه الإنسان التونسي أو المواطن التونسي سيحاسب على رأيه أو على إبداءه لرأيه مهما كان مخالف للرأي، إما لرأي الحكومة أو لرأي حزب معين. أو كلمة أخيرة تحب توصلها للشعب التونسي، للحكومة، لزملائك المحامين؟ الكلمة أخيرة للشعب التونسي: شرف لي أن أنتمي إلى هذا الشعب، شرف لي أن أنتمي إلى هذا الشعب، والبركة في شبابه وكل المستقبل ليهم، وإن شاء الله يحافظوا على ما اكتسبوه ويحققوا مكتسبات أكثر. بالنسبة للحكومة الجديدة إن شاء الله يعملوا في لما فيه خير تونس دون تمييز دون إقصاء. المهم أنهم يتعاملوا مع التونسي كتونسي. كل من يترأس حكومة أو كل من يدخل في حكومة عليه أن ينسى لونه الحزبي، وأن يكون لونه تونسي بحت بكافة مختلف أطياف تونسيين. بالنسبة لزملائي المحامين، دمتم إن شاء الله الدفاع عن هذا الشعب، وإن شاء الله يكون المحامي التونسي عند حسن ظن الشعب التونسي في كل قضاياه إن شاء الله. شكرا لك وشكرا على حضورك معنا مدام ليلى بن دبة المحامية. طبعا ما زلنا مواصلين هذا